السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، في ممثلة اسمها موارد ببلاوي كانت طالعة برنامج كده في رمضان، فبتقول يعني كانت بتروج وبتقول إن إحنا بنصوم علشان خاطر نحس بالفقراء. فطبعا أنا ضحكت ولا يعني فالمشكلة إن أنا بتكلم مع حد بقى كبير يعني وكده وواعي، لقيته معترض نفس الموضوع، بيقول لي ما دي حقيقة. لا دي مش حقيقة يا جماعة. يا جماعة إحنا بنصوم عشان ربنا قال صوموا. ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ربنا كتب علينا الصيام اللي ربنا بيقوله احنا بنعمله. قرآن ربنا، حدود ربنا احنا بننفذ، اللي ربنا بيقوله احنا بنعمله. لكن ربنا ما قالش يا اغنياء صوموا عشان تحسوا بالفقراء. ما ربنا ما قالش كده في قرآنه يعني. فالناس بتقلب، ده في ناس كبيره فاهمه الموضوع كده. انت بتصوم عشان ده امر الهي، انت بتنفذ. انت بتصوم عشان تتحكم في شهواتك، تتحكم في شهواتك الحلال عشان تعرف بعد كده تتحكم في الحرام. انت بتنفذ تعليمات ربنا، ده امر الهي. مفيش حاجه اسمها انا بصوم عشان احس بالفقير، الكلام ده مغلوط 100%. انت بتنفذ تعليمات الهيه جات لك. ربنا قال يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما قالش يا اغنياء صوموا عشان تحسوا بالفقراء. ربنا ما قالش كده في كتابه. ده حتى يعني لما احنا بيجي بنفطر بسبب مرض، قال فعدة من ايام اخر. فيعني انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ انا مع اصل الحاجات اللي فيها الدين دي يا جماعه لما باجي اتكلم فيها بحس ان انا دمي بيفور بصراحه، لان مغالطات صعبه قوي، مغالطات صعبه. فيا اخوانا يا اولادنا، احنا كلنا كده بتوع ربنا، كلنا كده بننفذ اللي ربنا بيقول عليه. هو قال صوموا، احنا بنصوم. ليه الحكمه من الصيام بقى؟ الحكمه من الصيام انت بتدرب نفسك ازاي تتحدى شهواتك، ازاي ما نبقاش عندنا شهوه الحيوان، ازاي نتحكم في شهواتنا. يعني النهارده انا واحد غني وبيصوم عشان يحس بالفقير، يعني الفقير يفطر. بصوا احنا بقى بنخرب في الدين. طب والفقير ده لما يبقى غني، ما انا انتوا مدركين بتقولوا ايه؟ فالكلام ده غلط يا جماعه 100%. بالله عليكم وصححوا المفاهيم لاولادكم. والاولاد اللي بتشوفني تخش تقرا القران وتشوف القران بيقول ايه، لان الكلام ده فيه مغالطات كبيره قوي. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. سلام يا جماعه.